بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا النهارده قلنا نعمل حاجه هي جت كده لوحدها. يعني انا كان عندي ربع كيلو لحمه، وقعدت اقول طب انا اعمل اكل ايه، اعمل اكل ايه؟ طب اعمل ربع كيلو لحمه دوت كفته كده ومكرونه، ولا اعمل رز، ولا اعمل ايه؟ بصراحة ما كنتش عارفة انا اعمل ايه بالظبط. المهم رحت جبت بقى ربع كيلو لحمة الحلو ده، ورحت بقى ايه مخرطة 3 4 بصلات كده حلوين لا بأس بيهم يعني كده، ورحت ضربهم في الكبة. وهنشوف دلوقتي مع بعض احنا هنعمل ايه، ونخش كده على المقادير ونسمي الله. بصوا بقى منظر الطبق كده بصراحة، يعني بص يقول تعالى كلني. متنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب والاشتراك في القناة. وكان طبعا معاكم مطبخ كوكي ودوما، وكانت معاكم سهى. يا رب اللي انا بقدمه ان شاء الله يعجبكم باذن الله، ونشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. ربع كيلو فعلا بالفعل، مش اكتر ولا اقل. المهم بقى مسكنا كده ايه زي ما انتم شايفين كده 6 بصلات كده حلوين، عشان الايه اللحمه تبقى كتيره كده معانا كده وتتظبط كده معانا. وايه رحنا ايه مقطعينهم كده 4، ورحنا حاطينهم بقى في الايه في الكب. الكبه دي مش احلى حاجه، مش يعني مضايقاني شويه، بس ايه اهي مقضيه الغرض يعني. رحت بقى ايه ضرباهم كده وفرماهم كده فرمه كده خفيفه، ما نعمتهاش قوي بصراحه يعني انا ايه ضربتهم كده مع بعضهم، ما كانتش ايه فارقه معايا ان انا انعمها، ولا كنت عايزه انعمهم اكتر من كده ما فيش مشكله. المهم زي ما انتم شايفين كده بقى فرمتهم بقى كده، وما كلفتش ولا عملت ايه حاجات جامده ولا اي حاجه، اي توابل كده خفيفه، ورحت جايه ايه مظبطه وايه، واليوم اتقضى. وكانت بصراحة يعني هي حتى باينة من شكلها الله أكبر عليها، يعني ما شاء الله. بصوا بقى رحت جايبة بقى البصلتين اللي أنا عملتهم دولت، ولا ال6 يعني معلش. هما صغيرين يعني، هما لو هما بقيمة مثلا بصلتين أو 3 كده ولا حاجة كبار وخلاص يعني، هما مش كان بصل صغير. جبت بقى هم مش زي ما انتم شايفين بقى شوية فلفل أسمر وإيه، ورحت جايبة بقى شوية كمون. كنت بشوف بس جواها ايه، شوية كمون اهو وايه، ورحت جايبة شوية ملح. واعجن بقى بايدك، ولا بقى ولا بصراحه انا جوانتي ايه، ولا بس جوانتي ولا حاجه. طبعا انا ورايا الحوض، لو انتوا شايفين ايديا مبلوله اهي. انا ورايا بقى الحوض كده وشاطفه ايدي بقى ومظبطاها، وقعدت اعجن بقى فيها، وما قلتش ايه لحد ان انا بعجن فيها خالص بقى. قعدت اعجن لحد ما ايه ابتدت تشعر كده معايا. لما ابتدي بقى تشعر كده اللحمه، يبقى انا خلاص كده النكحه اللحمه كده معايا ايه نكحه، ان هي بقى ايه تمسك كده نفسها، وما ايه ما تفكش مني اهو. قعدت اعجن كده زي ما انتم شايفين اهي. حتى انتوا لو شايفينها وبصيتوا كويس هتلاقوا ايه الشعر بتاع الشعر بتاع اللحمه كده ابتدى ان هي بتشعر كده معايا كده واحده 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 واحده. طبعا انا كنت كل شويه اخش اغسل ايدي عشان خاطر ايه كان بتلزق في ايدي، ما كنتش حابه يعني ان هي تقعد تلزق في ايدي كده اهي. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا انا بوريكم الشعر بتاعها اهي ما شاء الله. قاعده بقى اعجني بقى فيها زي ما انت عايزه. متنسوش بقى يا جماعه بقى ايه تشتركوا كده بقى في القناه كده ايه ودوسوا لايك ان شاء الله. ويا رب تكون ايه كفته تعجبكم، تعملوها ان شاء الله كده وتعجبكم اهو. بصوا بقى قعدت بقى اكور كده، اعمليها بقى مدوره، اعمليها مربعه، اعمليها مبططه اللي زي ما انت عايزه. هي ايه فكره اكل موجوده وخلاص اهو. زي ما انتم شايفين. وجبنا بقى طاسه كده سخنه كده على النار ماشي، ورحنا حاطين فيها شويه زيت كده، ورحنا بقى ايه حاطين الايه الفراخ الكفته بتاعتنا. ولا تقلبي ولا تعملي اي حاجه. لو انتوا واخدين بالكم انا كنت لسه جايه من بره، كنت عايزه اعمل اكل، فاللي هو ايه طلعت قلت له طلع لي بس كده حته لحمه كده صغيره كده من التلاجة من الفريزر، وانا عقبال ما اجي تكون ايه فكت شويه ونشوف احنا هنعمل ايه. بصوا ولا قلبت ولا عملت اي حاجه عشان ما تفكش مني. يعني انا ما ينفعش ان انا اقلب وعشان تفك مني، فانا قلت اعمل بقى الصوص بالمره. بصراحه كنت جايبه بصلايه صغيره كده تطعم برضو كده معانا، ورحت ايه مقطعاها كده ايه قطع ايه كبيرة، مش مشكلة هي الطعم بس مش اكتر من كده. بصوا رحت جايبه البصلة بقى كده، ما رحت مقطعوها مع شوية بقى فلفل مع شوية كمون، من غير ولا تقليب ولا اي حاجة. انا اديتها هزة كده صغيرة بس بحيث ان هي ايه اعرف ان بتتحرك بس كده معايا. شوية بقى ايه انا حاطة بتاع ده اهو كركم على كيري مع بعض،
وشويه ملح كده صغيرين، وشويه فلفل اسمر وشويه كمون زي ما انتم شايفين كده. وخلاص على كده، ورحت سايباها اهو. شوف انا كل شويه عماله اهز فيها عشان اشوفها هي يعني ما تلزقش في البتاع. ما لقيتها بقى، بصوا كده، راحت البخار طبعا كله راح بقى ممسك كده كله ببعضه كده والدنيا تمام. رحت بقى مغطياها وسبتها، بصوا غليت في ثواني. ويلا بقى لينا نعمل بقى شويه رز، نعملهم بقى بشعريه ولا نعملهم اصفر. انا كل ده والله كنت بفكر فيه وانا شغاله يعني. طب نعملهم بشويه بشعريه ولا شويه باصفر؟ طب يلا، احنا كده كده كل مره بنيجي نعمل بشعريه لما نيجي نعمل طبيخ ولا نعمل حاجه نعملها بشعريه. تعالى ما نعملها بشويه رز اصفر كده حلوين، ولا هو بسملي ولا هو حاجه، رز مصري من بتاعنا ده. يلا بقى، وقلنا نعمل بقى الرز بقى ورحت بقى جايبه بصلايه على طول كده ما تتقدي في التربو. رحت جايبه بصلايه، رحت منضفاها بسرعه وقشر قشر وقطع بقى في الحله وكده. وبعدين قلت اما اجيب دبس الرمان عندي، ما جبتش حاجه من بره. رحت حاطه شويه كركم على شويه كاري، ورحت حاطه شويه دبس الرمان، وقلت يلا نشتغل. رحت بقى جايبه بقى شويه الرز دولت، هما كانوا زي كيلو الا ربع كده. ورحت بقى مديهم تقليبه حلوه كده سخونيه. شغلت بقى الميه على الكتل، ورحت بقى قلت نعمل شويه الرز الحلوين دولت ون مع اللحمه المكببه الجميله الحلوه دي. تمام. بس ادي احنا بقى بنقلب عشان نسخن الرز بقى كويس كده ويستوي معانا بسرعه ما ياخدش وقت. طبعا كانت اللحمه معانا بقى تمام استوت وكل حاجه، وكان معاها الصوص بتاعها منها فيها، ما حطيتش ميه ولا حطيت اي حاجه. رحت جايبه بقى الميه بقى بتاعت الكتل. هي كانت طبعا حطينا الملح، كانت محتاجه شويه ملح صغيرين فانا حطيتهم. قلت طب اقدمها ازاي، انا صورتها. بصوا بقى انا عملت بقى، رحت بقى زي ما انتم شايفين كده، رحت جايبه بقى شويه اللحمه ورحت حطاهم في حله صغيره كده. ورحت جايبه بقى اللحمه رصيتها تحت، ورحت جايبه الرز ورحت قلبته كده زي المقلوبه. شكل بقى العين بقى بتاكل يا جماعه برضو قبل البق. ورحت جايبه طبق تاني بقى للتقديم كده، ولقيته بقى ساده خالص. رحت مزيناه بحته كده من من البقدونس. وبألف هنا وشفا يا رب يا رب للي هياكل. وهي يومه بيعدي واكله وبسيطه وخفيفه واقتصاديه وما كلفتنيش جامد وحاجه موجوده في البيت. ويا رب تكون ان شاء الله كده عجبتكم باذن الله. وان شاء الله انتظروا مننا كل جديد. منسوش يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب عشان بقى نظهر بقى ونشوف ونتكلم مع بعض. حد لو حد مثلا وصفه كده ولا حاجه ولا مقادير او وانا برضه حابه ان انا اكتب المقادير عندي على على القناه على الصفحه بتاعتي. ان شاء الله نزل شويه مقادير وان شاء الله تعجبكم. وبألف هنا وشفا يا رب. ويا رب تكونوا بتجربوا الحاجه باذن الله. ونفضل مع بعض ان شاء الله كده على طول. وقولوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في الطبق. يا ريت تكلموني وتقولوا لي مثلا ايه رأيكم في الطبق. شكله بصراحة كان مغري جدا بقى. جبت بقى شوية بقى بصراحة مش هقول لكم يعني، انا جبت بقى حاجة ساقعة بقى ودخلت بقى في الطبق الكبير ده وكلت بقى. كان تقريبا كان عشاء كمان. بألف هنا وشفا. انت بقى حابه بقى تعملي رز بقى ابيض رز عادي او رز ابيض برضو كان حلو والله، ما كانش وحش برضو الرز الابيض، كان هينفع برضو يقضي الغرض وكان هيبقى طعمه جميل جدا. برضو الرز الاصفر ده حلو. يلا تصبحوا على الف خير ورب يكون الطبق عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.